أنا مش عارف إيه اللي بيحصل في تكساس، مع إن الحاكم جريج أبوت منع الشريعة، بس أظن إنه منع الرعاية كمان، لكن لسبب ما تقدم الإسلام مش بس في باقي أمريكا لكن كمان في تكساس مش بيقف. أنا مش عارف إيه اللي بيحصل، مش عارف إيه اللي محتاجينه بصراحة. أظن إني عارف إيه اللي محتاجينه، بس مش عارف إذا كنا هنقدر نوصل لكده ولا لأ. شوفوا التغريدة دي من إيمي ميك. انتبهوا يا أولياء الأمور في تكساس وأمريكا. جمعية الطلاب المسلمين التابعة للإخوان المسلمين بتستهدف أولادكم في المدارس العامة والإعدادية والثانوية. تكساس هي مركز الأحداث. تكساس من بين كل الولايات. اتفرجوا على الفيديو ده، يلا نشوفه مع بعض. هما بيعملوا كده قدام الكل ولسبب ما وده مضايقني. مش قادرين نعمل أي حاجة بخصوص الموضوع ده. ليه؟ ليه؟ وعشان كده كنت عايز أتكلم النهاردة عن اضطهاد الستات. وكمان ستات مسلمات كتير النهارده. راجل مسلم بيتكلم عن اضطهاد الستات؟ ده زي إنك تاخد نصيحة من نازي عن حقوق اليهود. مع إن الإسلام جه عشان يحررهم فعلا، بس لسه في أفكار أو أيديولوجيات معينة حبساهم. ده زي إنهم بيدوروا على مصلحتهم. دي أيديولوجية، النسوية أيديولوجية. أنا عارف إن ليها أشكال مختلفة، بس كلنا متفقين، أيوة كلنا متفقين، إن الستات لازم يكون ليهم حق في التعليم في الكليات والجامعات. أيوة لازم كمان نقول للستات، أيوة لازم كمان نقول للستات عن متع الحياة اللي ممكن تيجي مع الأمومة. بس ما ينفعش نجبرهم، صح؟ أنا ليبرالي كلاسيكي، مش شايف إننا نقدر نجبر أي حد. ده مختلف عن نظرة الناس دي، بس دي أيديولوجية دخيلة، هو ده اللي هو بيدينه. يعني الستات بيعانوا من الأيديولوجيات التانية السيئة دي، عارف؟ الستات المفروض يخضعوا للإسلام ويبقوا آلات لصنع الأطفال. ده كويس للمجتمع وكويس للرجالة زيه. وكمان فوق كده تقدر تتجوز 4 ستات ويبقى عندك عدد غير محدود من الجواري. يا ستات يا سذجة، مش شايفة إن دي أجمل أيديولوجية وأكثرها تحريرا ليكي كاست؟ مثلا لحد دلوقتي الستات المسلمات بيسألوك أسئلة معينة المفروض ما يسألوهاش. هيسألوك حاجات زي ليه الراجل المسلم يقدر يتجوز 4 ستات والست المسلمة ما ينفعش تتجوز 4 رجالة؟ إزاي تجرأي تسألي الأسئلة دي يا ست غبية؟ أنتي بتوعي في دعاية الغرب. والسؤال ده لو فكرت فيه 4 دقايق هتلاقي الإجابة مش سؤال صعب. وليه ده كده واضح جدا. عارفة ممكن تسألي الأخوات هو ده اللي انت عايزاه لنفسك؟ لا. طيب تعرفي مجموعة إخوات بيطالبوا بكده؟ بصي انت بتجادلي لمين؟ فكرتي في ده ولو دقيقة واحدة. انت عارفة يعني ايه تتجوزي 4 رجالة وتطبخي ال4 رجالة وتنضفي ال4 رجالة وتخلفي ال4 رجالة؟ دي حجة ايه دي؟ بص على القرآن ده، بيقول زوجاتكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. بوم. ناس كتير فعلا بيفسروا الآية دي في القرآن إن ربنا فعلا بيسمح للرجالة إنهم يمارسوا أوضاع جنسية مختلفة. صدقي أو لا تصدق، الموضوع ده عليه خلاف كبير بين العلماء المسلمين. بعض المسلمين بيقولوا وبعض العلماء بيعتقدوا إنك مسموح لك بس بالوضع التبشيري، يعني كل الحاجات اللي فيها شقاوة دي لأ، مش مسموح تعمل كل الحاجات التانية دي. بس في ناس تانية بتستخدم الآية دي من القرآن وبتقول نساؤكم حرث لكم. عارف، تقدر تتعامل معاها بالطريقة اللي تعجبك، بس ده على جنب يعني. شوف ازاي هو بيحاول يضلل الستات. بيقول أنا هقولك أغلب الستات مش هيرضوا يكون عندهم 4 أزواج، بس كمان مش هيحبوا جوزهم يكون عنده 4 زوجات برضه. ده في طبيعة الستات، في طبيعة الست. زي ما المسلمين دايما بيتكلموا عن الموضوع ده، بيقولوا إن في طبيعة الراجل إنه يدور على أي واحدة يقدر يكون معاها. فعلشان يمنعوه من الزنا الله قال خد 4 زوجات وجواري بلا عدد. شوف الله فاهم الرجالة كويس، الله فاهم الرجال عايزين إيه. بس إيه عن الناحية التانية؟ طب وإيه عن الستات؟ الستات مش عايزين يكون عندهم 4 أزواج، بس كمان مش عايزين يشاركوا جوزهم مع ستات تانية. ده كمان من طبيعة الست حاجة تانية. من طبيعة الستات إنهم يحبوا يبانوا حلوين وجذابين، عشان كده الستات بيحطوا ميك اب، صح؟ بس فين فهم الله لرغبات الستات؟ لا، لازم تلبسي زي محاربة نينجا، غطي نفسك بأكياس الزبالة دي كلها. سواء كنتي حلوة أو وحشة مش فارقة، غطي وشك. وبعدين انت فين رحمتك بالستات؟ في رحمة كتير للرجالة. هو عايز يلف ويدور، يلا سيبه يعمل اللي هو عايزه. تحبي جوزك يخونك من وراكي ولا قدامك؟ شوفي كده أحسن، كده الموضوع في العلن. دي أيديولوجية معوجة يا جماعة، ده اللي انتوا بتدخلوا بيه بلادكم.
وبصوا عليهم بيقفوا ويتكلموا كأن معاهم كل الإجابات. ده مقرف، دي أيديولوجية مقرفة ولجسة. اطفال لاربعه رجاله، ايه النوع ده من الجدال؟ ايوه، عارف ايه؟ الستات المسلمات بييجوا يسالوك ليه الرجاله بيصلوا قدام والستات بيصلوا ورا. دايما بيبقوا زعلانين وهم بيسالوك السؤال ده. انا عايزك تعرفني على الراجل ده. مين اللي علمك ان في حاجه غلط في الصلاه ورا؟ انه لسبب ما الصلاه ورا فيها اهانه. انا عايز اقابل الراجل ده، وايه منطقه وايه تفسيره، ليه احنا بنقبل الحجه دي. خلينا ناخد الحجاب كمثال. الناس عايزه تهاجم الحجاب. ماشي، أنا هجاوب على ده كمان. لازم يكون في نوع من المساواة. لو عايز تبني مجتمع أكتر إنسانية لازم يكون في نوع من المساواة. المساواة مش معناها منافسة، المساواة معناها خلق مجتمع أكتر توازن. وده مفهوم غريب جدا، وده مفهوم غريب جدا بالنسبة لك لأنك بتستمد أخلاقك من شخص من القرن السابع بيميل للأطفال جنسيا. الموضوع بسيط جدا، انت عايز ايه؟ وانا عارف هو هيقول ايه. هيقول لا لا لا، الاسلام هو مجتمع ابوي. ايوه، والقرآن بيقول كده بشكل واضح وصريح. الستات الواك، اليساريات المجانين دول، الستات اللي بيدعوا انهم ليبراليات، بيدافعوا عن الفكر ده. القرآن سورة النساء الآية 34 بتبدأ بالرجال قوامون على النساء، وخلاص. يعني الرجال هم المسؤولين، في ناس بتقول هم المتحكمين، الستات لازم يتبعوا. وده مش كل الحقوق اللي الإسلام إداها للستات. شوف، ده اللي الستات الليبراليات في الغرب بيدافعوا عنه. بص على الراجل ده. الزوج عنده احتياجات جسدية وهي مش مستعدة تكون متاحة للزوج. جنسية. هي عندها عذر طبي، عذر مقبول، لا هي بس مش عايزة. أنا مش عايز أمارس الجنس. يعني لو ما عندهاش عذر طبي ولا عذر نفسي ولا أي عذر تاني ملهاش حق إنها ما تخليش نفسها متاحة. من الناحية الجنسية يا محمد، لعن الستات اللي ما يرضوش يمارسوا الجنس مع أزواجهم كل ما يطلبوا. فيه قصة مضحكة جدا. مرة محمد كان ماشي في الشارع وشاف واحدة ست جذابة بتشتغل. هو بس شافها وبعدين بسرعة بص بعيد، وبعد كده راح لواحدة من زوجاته. في بعض الأحاديث مكتوب زينب، وفي حديث تاني مكتوب اسم واحدة تانية مش فاكر الاسم. فده نص الحديث، خليني أوريك لو قدرت ألاقيه. بص على الحوارات دي، ده دين الكرامة والعزة. شوف كده كتاب النكاح، توصية للي يشوف واحدة ويتشد ليها، يعني زي مثلا يا سلام في واحدة جامدة هناك، يروح لمراته أو جاريته. دي كلمة مفتاحية مهمة. ممكن يكون عندك عدد من الجواري زي ما تحب وتجامعهم. فجابر روى إن رسول الله محمد شاف مرة واحدة وتشد ليها، يعني اتحمس وقال يا سلام واحدة حلوة. فرجع لمراته زينب وكانت وقتها بتدبغ الجلد، فقال لها يا حبيبتي سيبي كل حاجة، سيبي كل اللي في إيدك، وافتكر الراجل اللي قبل كده اللي قال الست ما ينفعش ترفض الجماع مع جوزها، لازم تديه حقه مهما كانت بتعمل ايه. محمد في الحقيقة وفي حديث تاني قال فيه إن الست لازم تدي جوزها حقه في الجماع حتى لو كانت قاعدة على ظهر جمل. آسف، بس فعلا أظن المعادل الحديث للكلام ده إنكم راكبين عربية في طريقكم لمكان وتقول لمراتك ايه رأيك يا حبيبتي ممكن نعملها دلوقتي؟ الستات دلوقتي هيقولوا لا مش حاسة اني عايزة، والرجالة دلوقتي هيقولوا ماشي تمام جسمك وقرارك. كده الرجالة المحترمة بتتصرف. لكن المسلمين العاديين هيقول لك لا لازم تديني حقي. عشان كده على العموم خليني أكمل الحديث. وهي كانت بتدبغ الجلد وحصل جماع معها، بعدين راح لأصحابه وحكى لهم، قال لهم أيوة أنا جمعت مراتي النهاردة، شفت واحدة حلوة في الشارع وما قدرتش أتحكم في نفسي فرحت جمعت مراتي. رحت لأقرب زوجة ليا لأنه كان عنده 9 في الوقت ده وربنا أعلم كان عنده كام جارية. رحت لمراتي كانت مشغولة، بس قلت لها سيبي كل حاجة واعملي ده. بص على ده، هو لسه لقى طريقة يلوم الستات. الست بتتقدم وبتتراجع في شكل شيطان، يعني لو اتهيجت لما تبص على ست يبقى هي السبب، هي الشيطان. فلما واحد منكم يشوف ست يروح لمراته عشان ده هيبعد الإحساس اللي في قلبه. يا له من دين أسطوري. يا رب. على أي حال يلا نكمل، يلا نخلص فيديو إيمي ماكس. آسف أنا بس ساعات بخرج عن الموضوع.
وليه لابسه الحجاب؟ انت مضطهده؟ كل الكلام ده وسيب الحجاب. يلا نشوف ايه اللي هيحصل لما تشيل الحجاب. واحده ست بتدخل اوضه اجتماعات، في اجتماع شغال والست مش لابسه كويس، نقول مثلا انها جذابه ولبسها مش لايق خالص، تدخل اوضه الاجتماعات، ايه اول حاجه الرجاله هيفكروا فيها مهما عملت؟ الراجل مسموح له ياخد ستات كجواري للعلاقة الجنسية من غير جواز. وبص، الحديث ده في محله. هم مش قادرين يخرجوا من الفكرة دي، دماغهم مش قادرة. يمكن يكون ده عيب بيولوجي، يمكن عقولهم مش قادرة تستوعب أفكار في نفس الوقت. ماشي. أنا شفت واحدة جميلة ماشية في الشارع، ما بروحش أعمل كده، مش قادر أفكر في أي حاجة دلوقتي، لازم أروح أمارس معاها دلوقتي. إيه ده؟ بتشوف واحدة جميلة وبعدين تكمل يومك عادي. هي كويسة، حتى مش لازم تقول كده، بس لو دي وجهة نظره. واحدة جميلة دخلت أوضة الاجتماعات عندكم، هتشتغلوا ازاي يا جماعة؟ بعضكم ممكن يطلع سيفه ويبدأ يلعب مع نفسه، هو ده اللي بيشاور عليه فعلا. أو بعضكم هيقول كده: آسف لازم أمشي، هرجع حالا. وبعدين تروح الحمام وتلعب مع نفسك وبعدين ترجع وكأن مفيش حاجة حصلت. تمام؟ يا مدام المفروض تلبسي حجاب، عارفة؟ شوفي، كنت لازم أمشي. يا أخي مش كنا حيوانات شهوانية من غير عقل؟ تمام؟ مهما كانت بتذاكر وبتقرأ كويس وبتتكلم بطلاقة، برضو الناس بتشوفها مجرد أداة جنسية. لا، هي مش كده. ده نبيك هو اللي كان بيشوف الستات كده يا غبي، انت اللي بتشوف الستات بالطريقة دي. أول ما تغطي ده هيتشاف إنها إنسانة. لا، مش هتكون كده. يمكن. في الحقيقة لا، ده فعلا كذب، ده فعلا اتثبت انه كذب. ده اللي الرجال المسلمين بيعملوه مع الستات في البلاد الإسلامية كمان. بصوا كده، عندي دليل على كل حاجة يا جماعة. بصوا، الست دي ماشية لابسة برقع كبير أو أيا كان، الراجل ده شافها وبعدين لف ورجع وبعدين قرصها في مؤخرتها. في واحد تاني، في راجل تاني برضو قرصها في مؤخرتها، هي لابسة لبس النينجا. هو ده اللي بيعملوه يا جماعة، يعني هم اللي كده وبيسقطوا تفكيرهم على الناس التانية. وبعدين في الحجاب اللي ملوش لازمة، ده لما الست تغطي كل شعرها بس لابسة هدوم ضيقة جدا جدا. ايوه. اللي معروفين باسم حجاب لله والمؤخرة لعبد الله. مين في الدنيا قالك إن خصلة الشعر مش خطيرة زي أجزاء الجسم التانية يعني؟ محددة بدقة، يعني مثلا خلينا نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية. في أمريكا ما نقدرش نقبل ست في منصب قيادي عالي لو شكلها أنثوي، لو هي فيها نعومة أو أنوثة. يعني حتى الرجالة اللي فيهم نعومة ما ينفعوش يكونوا قادة. أيوه. ده حديث صحيح. النبي محمد قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يعني لازم شكلها يكون زي ما بنقول بالانجليزي androgynous، او مفيش ملامح انثويه او رجوليه واضحه، صح؟ الست الاندروجينس دي هي اللي شعرها قصير وبتلبس بدل رسميه وما بتظهرش مشاعرها وبتتصرف تومبو. بشكل رجولي اكتر زي الراجل، صح؟ وبعدين كان عندنا كوندوليزا رايس، بس هي كانت راجل بجد طبعا. تمام. يا نهار سن أبيض. عائشه. راجل بجد. يا سلام. شايفين الناس دي مقرفة ازاي؟ دول الناس اللي انتوا بتدخلوهم بلادكم يا جماعة. ده اللي انتوا بتجيبوه. الناس دي مش بتسيب أفكارهم المتخلفة والهمجية في بلادهم، بيجوا ينشروها هنا. ده اللي بيحصل في كل مكان. بص على ده طالب اللجوء اللي عنده 23 سنة محمد شيخي، مستني يعتدي جنسيا على شابات وهما خارجين من الملاهي الليلية في فالكيرك. هو هاجم ضحيتين في خلال ساعة واحدة، وزنق واحدة على شجرة وهاجم الثانية عند كوبري السكة الحديد. اتقبض عليه في فندق كلادان اللي بتديره وزارة الداخلية وكان عايش فيه، والنهاردة اتحكم عليه بالسجن 4 سنين. ده عنده 23 سنة. دول الناس اللي انتوا بتدوبوهم بأعداد كبيرة، لازم توقفوا ده يا جماعة. لازم توقفوا ده. لازم تدافعوا عن نفسكم. خلاص مفيش وقت للتهاون. العدو منظم كويس ومخطط كويس وعنده دافع قوي جدا.